لو انت بتحل اسئله كتيره جدا ولكن في نفس الوقت بتغلط كتير في الامتحانات الشوام، بتحس انك درجاتك مش كويسه، درجاتك وحشه رغم ان انت بتذاكر وبتحل وبتعمل كل المطلوب منك، تعالى اقولك ليه بتحل غلط وايه الطريقه الصح اللي تحل بيها تخليك تقفل الامتحان الشامل. لو انت شخص مش بتحب الحل وما حلتش قبل كده، فبرضه الطريقه دي هتكون كويسه ليك، لانه انت هتاخد الطريقه الصحيحه، لان كل الناس اللي كانت بتحل قبليك برضه كانت بتحل بطريقه خطا، والطريقه دي ما استفادتش منها باي حاجه لانها غلط. انت خلصت المحاضرة اللي عليك وخلصت الواجب بتاعها وحليت كل حاجة، ولكن انت المادة دي مش تاري بجانبها كتب خارجية، فانت عايز تحل في الكتب دي. كمان الاسئلة دي مهمة جدا لا تقل عن الواجب، وانا مش بعترف باسئلة الواجب لانها بتكون عبارة 60 سؤال 50 سؤال، دي يعني مش كمية كبيرة، بس انا كمان بحب التنوع في الكتب الخارجية والمعلومات اكتر، بحب اشوف افكار جديدة واحل كتير، لانه لازم احل كتير واتدرب كتير. طالب هيعمل ايه؟ اي طالب هيمسك الكتاب الخارجي وهيشغل الفيديو، هيقعد بقى ايه، واحد السؤال الاول هو يفضل يشرح المدرس عملنا كذا، يكتب لك القانون، يكتب لك في الاخر اخترنا به مثلا، في الاخر اخترنا ج، في الاخر اخترنا د، وانت مفيش غير بتعمل كده فاهم. السؤال التاني، السؤال التالت، السؤال الرابع، السؤال لحد ما توصل ل10 اسئله في الكتاب الخارجي. اتحداك لو انت حليت اول 10 اسئله في الكتاب الخارجي، قفلت الفيديو، جبت كراسه ما فيهاش اي معلومات وفضلت تحل نفس الاسئله لوحدك، مش هتعرف تحلها. لو انت مش مصدق كلامي، جرب التجربه دي مع نفسك، جرب تحل اول 10 اسئله انت سمعتهم وقعدت تقول صح، صح، ايوه فاهم، ايوه صح، دي نعملها كده، دي على دي هتدينا دي، ايوه صح، دي السؤال اللي فيه فكره، بص سهل ازاي. انت لو اتقفل الفيديو انت مش هتعرف تحل، عارفين مش هتعرف تحل. انا ما عرفتش كده لما حطيت نفسي في نفس الموقف، انا كنت بحل وبقعد اقول لما انا ذكيه كده وشاطره، طب ما تجربي تحلي نفس الاسئله اللي اتحلت قدامك، ولكن اقفلي الفيديو بقى يا شاطره. قفلت الفيديو، جيت احل، مش عارفه اي حاجه، مع ان لسه حالين من 10 دقايق، لسه حالل، بس مش فاهمه ومش عارفه، بعطل اللي هو باجي عند حته مش عارفه. ليه مش عارفه؟ لانه انا اتفرجت على الحل، ما حاولتش افكر، ما حاولتش اتدرب، ما حاولتش اعمل، انا اللي خلاص خدت دماغي على الفيديو. فين الاجتهاد؟ فين ان ابحث عن المعلومه؟ فين ان استصعب حاجه؟ فين ان حاجه تبقى صعبه معايا واروح احلها؟ ليه بنجيب درجات وحشه في الشوامع؟ عشان احنا مش بنتدرب بعقلنا، احنا خلاص بناخد عقلنا وبنحطها قدام الشرح للاسئله. انا ما بقولش ان مثلا احنا نقعد نتفرج على اسئله ده مش بيخلي عقلنا يعرف يفكر، لا بالعكس، بس في طرق لازم تتبعها علشان تخلي عقلك يعرف يفكر، مش يستنسخ الحاجه لحظيا وبعد 10 دقايق بالظبط مفيش طاروا. دي غلط ومش هتثبت المعلومات. لو انت مثلا عندك امتحان مثلا الاسبوع الجاي على نفس الباب وحليت نفس الاسئله، حليت الاسئله كلها بنفس الطريقه دي، لما تيجي تحل حتى لو جايب لك نفس الاسئله مش هتعرف تحلها. العيب مش فيك، العيب ان عقلك سجل الفهم والمعلومات لحظيا، ما سجلهاش على المدى البعيد بقى وفهمها، لانه محسش بصعوبه، هو بيحاول يذاكرها ويحاول يحل الاسئله محسش بصعوبه، وعقلنا طالما محسش بصعوبه وما وقفتش قدامه حاجه وما غلطش اكتر من مره، عمره ما هيستذكر الحاجه بعدين. علشان كده بقول الطريقه دي غلط، لانه عقلنا بيحاول ان يقنعنا ان هي حاجه سهله، اهي الاسئله سهله، اهي بتتحل، يلا حل، يلا اكتب ورا الفيديو، يلا. بس ده مؤقت لحظيا، مش هينفعك ولا هيفيدك على المدى البعيد، خصوصا في امتحانات الشوامل. الدرجات الوحشه اللي انت بتجيبها السبب الاساسي ان انت لما بتذاكر الافكار بتذاكرها لحظيا، مش بتذاكرها بعمق على المدى البعيد مثلا، او بتشوفي الافكار او بتعدي على كذا فكره بتحلها، بتشوف انت بتعمل ايه فيها، بتشوف نفسك بتعرف تحل ولا لا. لا، انت بتروح تحضر الفيديو، بتروح تحضر الشرح وخلاص، بتقتنع انه كده انت فاهم وتمام وخلاص كده ذكرته الحمد لله، بس كده غلط. تمام. الحل الصح اللي انت هتعمله انه هتجيب نفس الفيديو، هتجيب نفس الكتاب الخارجي، ما طلعناش بره، بس احنا هنعدل شويه في طريقه الحل، لازم نحاول من نفسنا. انا كان عندي دايما سؤال، هل احل من نفسي او اسمع حل؟ لما لقيت ان انا لو سمحت الحل بتاع الاسئله مفيش اي نتيجه اضافت لي، مفيش اي اضافه اضافت لي، مفيش اي فكره او اي معلومه اقدر استفيد منها لبعدي لما استلقى نفس السؤال، او حتى فكره مشابهه للسؤال، مش هعرف احله، لانه ببساطه انا ببص بعيني، لا حركت ايدي، لا شغلت دماغي على السؤال، مفيش غير ببص وبقول اعرف، لكن انا في الحقيقه ما اعرفش. تمام. فاحنا هنجيب نفس الكتاب الخارجي، هنجيب نفس الفيديو، طريقة الخمسة عشان برضو محسش بالضغط. مثلا حاولت مرة نحل 65 سؤال كيمياء في كتاب مندليف، حاولت احلهم لوحدي، غلطت كتير جدا، غلطت حوالي في 40 سؤال، غلطت كتير جدا. ايه السبب؟ السبب انه كان في انه يلا عايزه اخلص، صح غلط، يلا عايزه اخلص، ليه؟ عشان اجري اشوف الحل واصحح. انا من الناس اللي بحب اصحح، يعني مثلا الدرس ده عليه مثلا 60 سؤال، بحط درجه من 60 وبصحح، لازم بحط درجه علشان عملت ايه، وصلت لايه.
هتجيبي الفيديو بس مش هتشغله، هتجيبي الفيديو وهتجيبي الكتاب الخارجي، هتحل اول 5 اسئله من نفسك. هنمشي بطريقه ان انا هخليك تحلي بنفسك ومن غير ضغط، لان انا لما اتضغطت برضو حليت غلط وكنت خلاص زهقت وعايزه اخلص علشان اصحح. مش مهم حتى لو اخترت به وانا مش فاهمه بس هي جت صح معايا كده بالصدفه، يلا صح، يلا تمام حليت صح. علينا بيبقى عايز يحسسنا ان احنا فاهمين وكويسين وارتاح من الضغط اللي انت فيه، وما تضغطش على نفسك وخلاص اديك فاهم ماده على الاقل، فمشي الدنيا وما تعقدش نفسك. بس الكلام ده مش حقيقي ومش صحيح. انت استصعب الحاجه وتعلمها احسن بكتير من استسهالها وعدم الاستفاده منها بعدين. بكل بساطه مش هتكون في عقلك اصلا عشان تعرف تستفيد منها، لانه مؤقته، حاجات مؤقته، ذكرت وحليت حاجات مؤقته. تمام؟ زي مثلا مساله كلت ايه امبارح، مش هتفتكر ليه، كان مؤقت، يلا عشنا اللحظه كلنا وقمنا وخلاص على كده بس. لكن لو اكله انت حضرتها بايدك امبارح وتعبت فيها ودخلتها الفرن واستنيتها ووقت ومقادير وبتاع، لما اسالك هتعرف تجاوب ليه استخدمت عقلك وايديك واجتهدت علشان تعمل الحاجه دي. نفس الكلام هتجيب الاسئله اللي انت عايز تحلها، هتحل اول 5، لو كانوا 100 سؤال هتحل اول 5 اسئله، وبعد ما تحل اول 5 اسئله وتقتنع بالحل انت تشغل الفيديو تصحح لنفسك. لما تلاقي مثلا السؤال الاول او غلط او كلهم غلط تعرف ايه الصح وتذاكره وتحلهم تاني بنفس تفهمك للغلط اللي انت عملته. هنا انت بتفهم انت غلطت في ايه، مش بتفهم السؤال اتحل ازاي بكل سهوله علشان الفيديو شغال وبيشرح لك هي بتتحل ازاي. لا، انت هنا فهمت انت ليه حليت غلط. وهنا في فرق كبير. انت لما يجيلك نفس السؤال فاكر لما انت غلطت في كذا كذا كذا، فورا هتفتكر انت غلطت ليه في السؤال ده وهتحله صح. فهمت ازاي؟ ادي هي الخدعه، التريك هنا اللي انت تحل غلط وتعرف الصح، مش تحل ورا الفيديو صح ولما يجيلك نفس السؤال في امتحان او شامل او اي حاجه تحله غلط. كده ما استفدناش. احنا عايزين احنا نتدرب ونحل غلط من نفسنا ونعرف ايه الصح ونفهمه ونركز فيه ونعرف ليه غلطنا. هنا في فرق كبير جدا، مش مستحيل ما تعرفش تحله. الطريقه ان انا اشغل الفيديو بعد ما انا احل، سواء حليت صح او حليت غلط. الطريقه دي هتنفعك جدا في الفيديو، هتعرف بنفسك لما تجرب. لما انت بتكون بتحل في السؤال الاول وتلاقي نفس الافكار مثلا متكرره في السؤال الثالث والسؤال الرابع السؤال الخامس في نفس القانون نفس البتاع، فتحس ان الطريقه دي هتنفع معاك، بتسهل عليك، بتديك موتيفيشن انك تكمل، لانه بتحس انه ما فيهاش ضغط، ما فيهاش ستريس ان انا احل مثلا 65 سؤال وفي الاخر اصححهم، او اشغل الفيديو وما استفدش باي معلومه، ما ركزش في اي معلومه، ما فهمش اي فكره، بس انا خلاص لحظيا فاهم. الكلام ده كله غلط. يبقى صح ان انت من غير ما تضغط على نفسك وتحل الاسئله كلها بنفسك، تحل 5 ان شاء الله، حتى تحل 70 عادي جدا، بس اهم حاجه تحل وانت فاهم وانت مركز ال5 دول ايه اللي طلع صح فيهم وانت فاهمه، ايه اللي طلع غلط وتصححه. تعيد نفس الاسئله تاني لو انت حابب تثبت اكتر. انا غلطت هنا، اكتب انا غلطت في كذا 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 في السؤال ده، علشان بعدين لما تيجي دي كلها علامات وتاشيرات ان انت بتغلط وبتصحح، علشان لما يجي نفس السؤال سواء في امتحان شامل او امتحان اخر السنه تفتكر انت غلطت ليه. وبس، ده كان الفيديو النهارده، واتمنى انكم تستفادوا من الفيديو. لو استفدتوا من الفيديو متنسوش تشتركوا في القناه، واشوفكم امتى في فيديو جديد ان شاء الله.